تتصاعد الأحداث بشكل خطير في الحلقة 18 من مسلسل دروب المرجلة الجزء الثالث، حيث تبدأ الخطط بالانكشاف وتتحول بعض التحركات إلى مفاجآت غير متوقعة قد تضع عدة شخصيات في مواقف صعبة جدا. البداية تأتي مع محاولة جريئة من الدكتورة حنان التي قررت أن تتحرك من أجل مساعدة صديقتها زهرة. بعد أن حصلت على معلومة عن مكان وجود مبروك وجرمل داخل المستشفى، سارعت بإبلاغ الضابط معتقدة أن هذه الخطوة قد تنهي هذا الملف سريعا. كانت واثقة أن القبض عليهما أصبح قريبا وأن الأمر لن يستغرق سوى دقائق. وبالفعل يتحرك الضابط فورا وترافقه الدكتورة حنان ومعهما قمر وجراح إلى الموقع المحدد داخل المستشفى. التوتر يسيطر على الجميع، فكلهم يعتقد أن المواجهة مع مبروك وجرمل أصبحت مسألة وقت فقط. لكن اللحظة التي كان يفترض أن تكون لحظة القبض تتحول إلى مفاجأة غير متوقعة. عندما يتم الدخول إلى الغرفة يكتشفون أن الأشخاص الموجودين ليسوا مبروك ولا جرمل. هنا يتضح أن الطبيب قام بخطوة استباقية عندما غير مكانهما قبل وصولهما بفترة، ووضع بدلا منهما أشخاصا آخرين في الغرفة. هذا التطور يربك الوضع بالكامل، وتجد الدكتورة حنان نفسها في موقف محرج أمام الضابط وأمام زهرة، خصوصا بعد أن أكدت لهم أن المعلومة مؤكدة. هذه اللحظة قد تفتح باب الشك وتزيد التوتر بين الجميع. وفي تطور آخر لا يقل خطورة، يقوم مساعد بإيصال خبر مهم إلى فزاع يخبره أن نعمان وزوجته وصل إلى منتجع شاهين بحجة المشاركة في إعلان، لكن فزاع يرى في هذه الزيارة فرصة لا يجب أن تضيع. فور وصول نعمان وزوجته يتحرك رجال فزاع بسرعة ويتم القبض عليهما قبل أن يتمكن حتى من فهم ما يحدث. يتحول هذا الاعتقال المفاجئ إلى ورقة ضغط جديدة، حيث يخطط فزاع لاستغلال هذا الموقف للضغط على شاهين وإجباره على تسليم نفسه. أما على الجانب الآخر فتظهر مواجهة مختلفة عندما تذهب حسناء إلى أخيها مساعد بعد مغادرتهما المنتجع. حديثها معه يحمل الكثير من الشكوك، فهي تسأله مباشرة عن سبب وجوده هناك، ثم تكشف له أمرا مقلقا. تخبره أن شاهين ومهاوش ومقناص بدأوا يشكون فيه ويعتقدونه أنه الشخص الذي يسرب الأخبار. هذا الكلام يجعل مساعد يدرك أن دائرة الشك بدأت تضيق حوله، وأنه أصبح مراقبا أكثر من أي وقت مضى. بعد هذه المواجهة يبدأ مساعد في الحذر الشديد من كل خطوة يقوم بها، لأنه يعلم أن أي خطأ بسيط قد يؤدي إلى كشفه بالكامل. وبين خطة انهارت داخل المستشفى وورقة ضغط خطيرة بيد فزاع وشكوك تزداد حول مساعد، تبدو الحلقة 18 من دروب المرجلة مليئة بالتوتر والتقلبات، وقد تحمل معها بداية مرحلة جديدة من الصراع والمفاجآت التي قد تغير مسار القصة في الحلقات القادمة. ومن المتوقع أن الدكتورة تشك أن الدكتور هو من غير مكانهما، وتبدأ بمراقبته وتخبر الضابط، والضابط يعد كمين واضح للدكتور ويبدأ بمراقبته ليعرف هل هو متعاون مع فزاع أم لا. اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات واكتب آراءك في التعليقات عن الحلقة القادمة. ما رأيك بهذه الحلقة؟